حمرت السمان والفراخ في القلاية الهوائية برشتين زيت بس، وممكن من غير زيت خالص، وممكن بمعلقة سمنة بس تدهني بيها السمان أو الحمام أو حتى الفراخ، أو لو بتحبي تحطي معلقة صلصة أو كاتشب عليها معلقة زيت ورشة ملح وفلفل ونص معلقة عسل، برضو بتدي لون حلو جدا. بس أنا بحب أحمرها لا إما بمعلقة سمنة لا إما برشة زيت. ظبطت الوقت 5 دقايق ودرجة الحرارة على 200. ممكن تفتحي تقلبيها، بس أنا مش هقلبها عشان هوريكم إن حتى لو ما قلبتهاش بتحمر برضو من الجهة التانية. وظبطت كمان 5 دقايق على درجة حرارة 200. اخدت كده معايا 10 دقايق على درجة حرارة 200، وشايفة اللون عامل ازاي، واتحمرت من كل الجهات. ما احتاجتش حتى ان انا اقلبها الناحيه التانية، لان انا مش حاطه تحتها ورقه زبده ولا حاطه تحتها حاجه. طبعا النتيجه عجبتني جدا، وفرت علينا طرطشه الزيت والدخان اللي في المطبخ. لكن نصيحه عشان الدهون ما تتراكمش في القلايه من جوه، خصوصا على السخان والمروحه، بعد ما تخلصي تحمير اي حاجه في القلايه افصلي الفيشه وبفوطه ناشفه امسحي السخان والجهه اللي فوق من القلايه من فوق عشان ما تتراكمش عليها الدهون، وبعد كده تعمل ريحه اما تحطي اكل تاني الدهون دي تتحرق وتعمل ريحه مش لطيفه في الاكل. ولو عجبك الفيديو متنسيش اللايك واكتبي لي رايك في التعليقات، واشوفكم على خير في فيديو جديد باذن الله.